السلام عليكم يا حبايبي. النهارده هنعمل لانشون البيتي بطريقه سهله وبسيطه عشان صحه ولادنا، واحنا ضامنين الفراخ اللي احنا هنعمل بيها. هعمله بربع فرخه، يعني هناخد صدر بس ونخليه ونعمله. تعالوا بقى معايا نشوف الطريقه والمكونات ايه. حبايبي بقى معايا مكونات اللانشون. معايا 5 معالق دقيق اهو، معايا ربع معلقة صغيرة لون احمر طعام، معايا معلقة صغيرة ملح، مش هنكتر الملح، معلقة صغيرة فلفل، معايا 5 فصوص حبهان، معايا معلقة سكر. خلاص حبايبي، معايا صدر فرخة هناخد بس منه اللحم ونفرمه، معايا 5 بيضات، 2 مكعب مرقة لحمة، فصين توم مفرومين، 5 قطع جبنة نستو، نص كوباية زيت نقي. خلاص يا حبايبي ملهوش ريحة. يلا بقى نفرم الكلام ده. الأول هنطحن الحبهان وبعدين نخلي الفراخ وبعدين أرجع لكم تاني. كده ضربنا كل المكونات على بعضيها كده يا حبايبي. خلاص ضربنا كل المكونات على بعضيها مع الفراخ المفرومة وكله. ومعانا بقى علبة صلصة زي كده كبيرة، حطينا فيها كيس بتاع تلاجة، وهنصب بقى الخليط. بعد يا حبايبي ما صبينا الخليط في قلب العلبة، معانا بقى زيتون اخضر مخلي، ومعانا حبوب فلفل اسمر. اللي عايز يحط زيتون يحط، اللي عايز فلفل اسمر يحط. انا هحط شويه من هنا وشويه من هنا. كده احنا خلاص حطينا الزيتون والفلفل الاسمر. خلاص هو كده مع ما يبتدي يستوي خلاص هيطلع ويدخل جوه يتجانس مع الخليط. خلاص حبايبي اهو، والميه السخنه بتغلي على النار. يلا بقى نشتغل بيه على طول. صبيت الخليط وربطت الكيس كويس، هحطه على النار على طول. حبايبي كده الميه غليت، حطينا العلبه، هنغطيها بقى ونسيبها لمده نص ساعه ونرجع نشوف ايه الاخبار. بس بصوا الميه لازم تبقى اقل من العلبه عشان مش عايزه نقطه ميه تدخل في اللانشون. بصوا حبايبي فتحنا عليها بعد بالظبط نص ساعه، بصوا ارتفعت ازاي. زودنا ميه وهنغطي عليها تاني نكمل بقيه السوا ونرجع لها تاني بعد نص ساعه. كده خلاص حبايبي فتحنا عليه بالظبط بعد ساعه الا ربع، كان خلاص استوى. هنطفي عليه وبعدين نسيبه يبرد وبعدين نحطه في التلاجة ونرجع نقدم طبقنا. اخد بالظبط كله على بعضيه ساعة وربع. وبكده يا حبايبي يكون وصفتنا خلصت النهاردة. عملنا اللانشون في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات كلها متوفرة في البيت. عجبتكم الوصفة، عجبتكم الطريقة، يا ريت شير ولايك واشتراك في القناة حبايبي عشان يوصلكم منا كل وصفة جديدة سهلة وبسيطة. سلام عليكم.